السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الحمام الإنجليزي. طيب يا جماعة، مبدئيا كده الحمام الإنجليزي ده يعني حمام مطلوب جدا فعلا، يعني مفيش حد ما بيحبهوش. هتقولي ليه يا ابو هاجر؟ هقول لك اول شيء لان سعره رخيص، تاني شيء لانه حمام مرسوم، تالت شيء لانه حمام حلو جدا في الطيران، في منه اللي بيتشقلب وفي منه اللي ما بيتشقلبش. تمام؟ فدول جوز انجليزي اصفر، تمام، مرسومين ورقه وقلم، عظم ابيض، شمعه، عين، درب ملحي، حاجه محترمه. تمام كده؟ طيب الناس اللي هتسالني وتقول لي يا ابو هاجر ليه الحمام الانجليزي مطلوب؟ وهل ينفع ان انا اتخصص في الباب ده بس؟ طبعا يا فندم، في عندنا ناس غواة عمالقه يعني بقى لهم سنين وخبره كبيره جدا جدا في تربيه الحمام. تمام كده؟ هم متخصصين في باب الانجليزي، منهم الانجليزي العظم الشامي اللي زي ده اهو، ده عظم شامي. تمام؟ ومنهم الانجليزي البلومي اللي هو الزينه. تمام كده؟ انجليزي بلومي بعظم بلومي. تمام؟ اللي هو العظم البلومي اللي هو العظم القصير. تمام كده يا جماعه؟ طيب ايه مميزات الحمام الانجليزي؟ وانا دلوقتي لو عايز اربيه ازاي اقدر انجح فيه؟ يا فندم لو عايز تنجح فيه، اولا حمامه مناعتها قويه، حمامه سهله الفرخ، حمامه بتزق زغاليلها كويس جدا، حمامه بتطلع زغاليل مرسومه، غواة النش بيعشقوا زغاليلها. يعني انت لو عندك 10 زغاليل انجليزه وقلت يا جماعه للبيع الحته ب 100 جنيه جمله، هيتخطفوا منك. لو قلت للبيع الحته ب 150 جنيه جمله، هيتخطفوا منك. تمام؟ ليه؟ لان قلنا غواة النش بيحبوهم. طيب الوان الحمام الانجليزي، عندك الحمام الانجليزي الاصفر مرسوم ورقه وقلم مسوبع. يعني ايه مسوبع يا ابو هاجر؟ يعني في 7 في ظهره زي كده. تمام؟ بصوا كده زي النفاخ مثلا كده، حمامه مرسومه وعندها طبعا هم بايضين اهو، حمامه مرسومه، دبت فأس كمان ما شاء الله لا قوه الا بالله. تمام؟ اهو حمامه مرسومه. طيب عندك اللون الاصفر، اللون الاسود، اللون الاحمر، اللون الازرق، ده في الحمام الانجليزي. تمام؟ طيب النقطه الثانيه، الحمام الانجليزي بقى لو انت عاوز تشغله حضان ان هو يزق لك حمام ناعم زي الحمام الغزار، تمام، الصفر ورق يزقها كويس جدا، البنفسجيات يزقها كويس جدا، وممكن يجيب لك القشر بنادق ويجيب لك اللي على فحم والحاجات دي في الغزار. تمام؟ وطبعا بيزق جعفره، لو دربته كويس يزق جعفره. تمام؟ فهو برضه في الحضان قوي، حنين جدا على زغاليله ومناعته عاليه، وزقيق، حمام زقيق، بجانب ان هو حمام جامد قوي في الطيران. تمام؟ فاللي عاوز يتخصص في باب الانجليزي يتوكل على الله، حمامه على قد الايد ومطلوبه يكون عندك كل الالوان، ولازم تحترم الالوان، تدي اصفر لاصفر، احمر لاحمر، اسود لاسود، ازرق لازرق. تمام؟ وافرخ يا باشا وبص كده، تخيل كده عندك استوديو تصوير متر في 50 في 60 مثلا، وفرش ونجيله، ورحت جاي يا معلم مطلع طريح الزغاليل 15 زغلول حطيتهم في الاستوديو دوت كده، ورحت جاي مصورهم فيديو محترم وعرضتهم. متخيل معايا شكلهم بقى عامل ازاي؟ هيتخطفوا منك والله، وهتلاقي عندك حجوزات باستمرار. تمام؟ عادي ممكن تبيع الجوز الزغاليل من اول 250 جنيه وانت طالع لحد ممكن 400 حسب المستوى والتقليب. تمام كده؟ وقلنا ايه؟ الاصفر والاحمر عظمهم ابيض، الاسود فيه شكحه في العظم، هو والازرق بيبقى فيهم ايه؟ شكحه في العظم. تمام كده يا جماعه؟ وده كان فيديو النهارده الحمام الانجليزي. تمام؟ انا شايفه من وجهه نظري حمام كامل متكامل، طيران عمره ما يخذلك، تحضين عمره ما يخذلك، فرخ ومبيعات عمره ما يخذلك. فلو حابب تربي حمام انجليزي توكل على الله وربي حمام انجليزي، وابقى ادعي لي. افتكر كده في يوم من الايام ان في واحد اسمه احمد ابو هاجر انت بتتابعه، قال لك على الحمام الانجليزي وقال لك اتخصص فيه. تمام؟ اتخصص فيه هو بس، واعرض انتاج منه وشوف هيتعمل معاك ايه وهيتخطف منك ازاي. فده كان فيديو النهارده، شكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده، وهرفق لك في خلال الفيديو صور للحمام الانجليزي البلومي، اوعى تنسى الحمام الانجليزي البلومي. تمام؟ عشان برضو دي حمامه مطلوبه بس ماسكه سعر شويه. ماشي؟ حمام انجليزي بلومي. تمام كده؟ برضو نفس المواصفات لكن يختلف في العظم والحجم، بيبقوا صغيرين قد كف الايد. تمام؟ يكبروا عن الكشاكوى حاجه صغيره، وعظمهم طبعا مكلتم غير ده، اقل من ده بكتير، شبه الحلب البلومي والانجليزي البلومي وكده. شكرا جدا لحسن المتابعه، اثبت حضورك معانا في التعليقات بشيء تؤجر عليه، واعمل لايك للفيديو، ولو بتتابعنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ما تنساش تعمل متابعه وتعمل دعوه لاصدقائك وتشير الفيديو، ولو بتتابعنا من خلال قناتنا الجديده على اليوتيوب
دي قناتي التانية بنزل عليها فيديوهات قصيرة. اعمل عليها اشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. وشكرا جدا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.